يوم من الأيام في حي قديم في وسط القاهرة كان في بيت مهجور معروف بين الناس باسم بيت المرآة. الحكاية بدأت لما شاب اسمه كريم انتقل للسكن في البيت ده بسبب ظروف شغله. بيت كان غريب جدا، كله تراب وغبار والأثاث قديم ومخترق، لكن أكتر حاجة شدت انتباه كريم كانت المرآة الكبيرة اللي في الصالة. المرآة دي مش زي أي مرآة، شكلها غريب وحوافها محفورة بزخارف غامضة وكأنها من زمن بعيد. أول لما حط كريم عينه عليها حس بحاجة مش طبيعية، وكأنه بيبص في حاجة تانية مش مجرد انعكاس. في أول يوم لما كان واقف قدام المرآة شاف في الانعكاس حاجة غريبة، مش كان انعكاسه هو، لكن كان في ظل أسود بيتحرك وراه. لما تلفت ورا ملقاش حاجة، زاد خوفه لكنه حاول يتجاهل الموضوع. لكن مع الأيام الأمور بقت أسوأ، كل ما يقف قدام المرآة الظل ده بيقرب أكتر وشكله بيتغير، بيبقى أشكال مخيفة، عيون شمرة ووجوه مش واضحة بتظهر وتختفي. وفي مرة لما كان الليل سمع صوت همسات جاية من المرآة، صوت مش مفهوم لكنه كان بيزعق في دماغه. كريم حاول يخرج المرآة من البيت، بس لما حاول يلمسها حس ببرودة شديدة تسرد في جسمه وكأنه في كهرباء ما بتخلصش. حاول يستخدم أدوات مختلفة عشان يكسر المرآة، لكن كل مرة كانت بتتصلح لوحدها. والمراية الصغيرة جوه الإطار كانت بتتجمع في نص المرآة الكبيرة، بتكبر وتكبر. بدأت حياته تتحول لكابوس، صحته بقت تضعف، نومه اختفى وشكله بقى شاحب ومرعوب طول الوقت. جاره القديم قال له إن المرآة دي مش مجرد زجاج، دي مرآة قديمة كانت بتستخدم في شعوذة، بتعكس الظلام والشر اللي جوه الإنسان وبتكبره وطلعه للواقع. في ليلة عاصفة كريم قرر يواجه المرآة، قعد قدامها وبص في الظل اللي ظهر تاني وقال له أنا مش خايف منك، هواجهك. الظل بدأ يضحك ضحكة مخيفة، وبعدين فجأة المرآة اتكلمت بصوت عميق وقالت له الظلام جواك يا كريم وأنا بس بعكسه. كريم حس بالقوة بتخرج منه، قرر إنه مش هيسيب المرآة تتحكم فيه. خد قطعة قماش مبلولة بمية بحر وغطى المرآة بيها، والظلام اللي كان في الانعكاس بدأ يتلاشى. بعد شوية المرآة انكسرت وظهر وراها باب صغير، فتحه كريم ودخل. الداخل كان غامض، كله ظلام كثيف، بس في نصه كان فيه ضوء صغير. لما وصل للنور اكتشف إنه مكان مليان مراية تانية، كل مراية بتعكس لحظات مظلمة من حياة ناس مختلفة. فهم إن البيت ده عبارة عن فخ للظلام اللي بيعيش جوه الناس، والمرآة الكبيرة هي بوابة الظلال. كريم أخد نفس عميق وأغلق الباب وطلع من البيت، وكل ما ابتعد حس إن ثقل كبير اتشال من عليه. لما رجع البيت الجديد بتاعه ما شافش أي مراية، لكنه حس براحة ما حسهاش من زمان. ومن يومها بيت المرآة فضل مهجور، والناس بتحكي عن الشاب اللي واجه الظلام اللي كان في المراية، لكنه فضل عايش دايما في خوف من إن المراية دي ترجع تفتح بوابها تاني. وهكذا انتهت قصة المرآة اللي كانت بتعكس الظلام، قصة بتفكرنا دايما إن أعمق مخاوفنا مش في العالم الخارجي لكن جوه نفسنا، وفي المرات اللي بنواجه فيها نفسنا بنقدر نحرر روحنا من الظلال.